انا والله ما عارف اقول لكم ايه. هو سيناريو رعب، والله سيناريو رعب. بس خليني قبل ما ادخل في تفاصيل اقول لكم حبايب قلبي المتسكلفين وحشتوني، وهارد لك لحبايب قلبي المتسكلفين الزملكاويه. انتوا ما تستاهلوش كده والله، واقفين مع فرقتكم طول الموسم. نفسكم تفرحوا. الاستاد مليان، موجودين في الاستاد قبل الماتش ب6 ساعات، واقفين ورا فرقتكم ال 90 دقيقه. فرقتكم جايبه جون في اول 5 دقائق، فكان في تحضير لسيناريو فرحه ما بعدها فرحه، وظبطت بقى سياد افريقيا والجو ده. بس مش موضوعنا. خلينا نشوف ايه اللي حصل بسرعه في الماتش. غلط مين اللي حصل ده؟ ليه اللي حصل ده حصل اصلا؟ وخصوصا ان الزمالك عامل موسم كويس جدا على المستوى المحلي، ووصوله للمباراه النهائيه في الكونفدراليه. دي شويه حاجات هنتكلم فيها النهارده. بس قبل ما نبدا الحلقه احب افكركم انا البومبو وده سكاليف في الملعب، ويلا بينا. يلا سكاليف. ايه معتمد اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ خلينا نتكلم على الفورميشن والتشكيله اللي اتغير فيها. انت بتتكلم ان انت بتلعب ب 4-3-3، المره اللي فاتت كنت 4-2-3-1. كان فتوح وشحاته ارتكاز، هو انت رجعت دلوقتي فتوح ناحيه الشمال. اسماعيل بدل ما كان بيلعب باك رايت بقى هو الديفندر جنب حسام عبد المجيد بدل الونش. نزلت ابراهيم ناحيه اليمين، وعندك في خط النص ادم قايد مع شحاته وعبد الله السعيد، وقدام بيتزيرا وشيكوبانزا وعدي الدباغ. والاول بس عايز اقول البقاء لله في والد شحاته. عظم الله اجرك وربنا يصبرك. الماتش ابتدى بسيناريو ولا اروع. بعد السيناريو المرعب اللي حصل في ماتش الذهاب، انت دلوقتي بتلعب في وسط ارضك. اول 5 دقائق هجمه ادم كايك جوه منطقه الجزاء، ضربه جزاء، جون. فانت بتتكلم في ايه؟ فانت قدامك 85 دقيقه تقدر تعمل فيهم حاجات كتيره. بس المشكله ان انت من بعد الجون انت ما لعبتش كوره، انت ما تقدمتش. يعني انا مش فاكر ان انا شفت فتوح بيعدي خط نص الملعب. اسمه ايه، محمد ابراهيم تقريبا انا شفت له مرتين بس، هو اللي طالع يبص على الثلث الثالث ويرجع يحكي لحسام ايه اللي حصل هناك. فانا مش فاهم ايه معتمد اللي انت بتعمله ده اصلا. يعني انا قسما بالله انا لو معايا شهاده تدريب لسه واخدها امبارح انا هلعب باسلوب احسن من كده. اسلوب اقدر امسك بيه كوره واقدر اعمل بيه تحولات. انت لعبت جيم دفاعي غريب، غريب جدا. عايز تعتمد على تحولات وما عندكش حد يعني تقدر تبني عليه تحولات، لان انت مرجع بنزيرا عشان يقابل الضغط اللي حاصل من اتحاد العاصمه. فانت بوظت عليك الطريقه الوحيده اللي انت ينفع تلعب بيها طالما لعيبتك قاعده ورا كده. حاجه كمان، انت ساعدت اتحاد العاصمه ان هو يجدد من اسلوب لعبه، ان هو يخترع اسلوب لعب. اتحاد العاصمه في ناس بتقول ان هي فرقه تقيله ومش عارف تقدر تمسك كوره وخبره افريقيه والجو ده. انا اللي انا شايفه هم فرقه عارفه تمسك كوره بس ما عندهمش حد بيخلص. الفرقه دي لو عندها حد بس بيخلص هجمه من اصل 7 كان هيحصل سكور. بس انت فرقه مش عارفه تخلص. انت مسلم لهم بقى الامور ليه؟ ان هم يحاولوا مره ورا الثانيه ورا الثالثه. يا راجل بص على الاحصائيات، هم مبدئيا الاستحواذ 66 و9 شوط قصاد شوطه واحده للزمالك. ليه؟ كام مره لمسوا الكوره جوه منطقه الجزاء؟ قصاد كام مره لمسها الزمالك جوه منطقه الجزاء؟ فانت مسلم لهم الامور. انا بالنسبه لي ده خطا مدير فني مليون في الميه. ما ينفعش في مباراه زي دي في الاجواء دي بالسيناريو اللي حصل في اول 5 دقائق يبقى هو ده رد فعلك. انت كنت نازل مش عشان تحسم الامور، لا، انت كنت نازل هتلعب دفاع، هتعتمد على التحولات. وهو ده اللي كان باين من ضربه الجزاء بتاعت الشوط الاولاني وبس. انما تمسك كوره وتلعب كوره في خط النص، تدور الملعب من اليمين للشمال، الكلام ده انت نازل مش متمرن، مش ما فيش محاضره نظري نتكلم فيها عن الموضوع ده. من ضمن اساليب اللعب اللي انت ريحت بيها اتحاد العاصمه، رضواني الباك اليمين بتاعهم يطلع يشد فتوح عشان خالدي يدخل وراه في المساحات ياخد الكوره سواء موقف 1 ضد 1 او يلعب العرضيات بتاعته. فانت عشان كده انا بقول لك انت ساعدته في ان هو يخترع اسلوب لعب. والله اتحاد العاصمه ما فرقه جامده، والله ما فرقه جامده. بس انتوا اللي خليتوهم فرقه جامده. 85 دقيقه دفاع، في الاخر وصلنا لضربات الجزاء. يعني أنا ما اقدرش الوم على شحاته خالص، بس انت كمدير فني وانت عارف ظروفه. يعني الراجل ده ما يشوطش الكوره غير قبل عواد، ولو ينفع تكلم الحكم تقول له معلش ممكن ناجلها، ممكن تعمل كده عشان ظروفه. انما انت اديت له الكره الثامنه عشان يدخل يشوطها. البس انت، البس انت. قدر الله ما شاء فعل، خلاص اللي حصل حصل. هارد لك جمهور الزمالك، مبروك اتحاد العاصمه. هرجع للنقطه اللي حصل طول الموسم ده وليه الزمالك عمل كده في ظل موسم كويس ليه.
اللي انا شايفه ان الزمالك لسه ما وصلش ان هو يبقى ليه شخصيه في المباريات الحاسمه. من الاخر قولا واحدا، انت مش مصدق اللي انت وصلت له عشان الظروف بتاعتك، سواء ظروف ماليه، ظروف اللعيبه بتاعتك، انت مش مصدق ان انت وصلت لده، فانت مش عارف تتصرف. انما لما بيبقى في ماتشات ما فيهاش ضغط، زي المباريات اللي كانت حاصله في نص الموسم، انت زي الفل تمام، العيال نازله تلعب. بس انا في سيناريو بقى في دماغي، واظهره بقى الحته الاهلاويه، هتطلع سيناريو كوميدي. الماتش اللي جاي قصاد سيراميكا، سيراميكا فرق مش سهله، وفرق غلسه جدا. بيراميدز مع سموحه ماتش سهل جدا جدا، والاهلي مع المصري. مش عارف ليه بقى بفكر في ماتش الزمالك يخسر من سيراميكا، بيراميدز يكسب من سموحه، واحنا نكسب المصري. بيراميدز ياخد الدوري، احنا التاني، بنلعب دوري ابطال افريقيا، الزمالك التالت. انا اسف، انا اسف، بس هو العرق الاهلاوي طلع شويه، بس هو سيناريو كوميدي بالنسبه لي. مش بقى، هو بقى موجود على الورقه. خلونا نشوف، هو كده كده الماتش يوم الاربعاء، او الماتشات كلها يوم الاربعاء، خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. انا ما حبيتش اطول، ومش عايز اطول عشان ما يحصلش نوع من انواع التحفيل. هارد لك بجد جمهور الزمالك، انتوا ما تستاهلوش كده. والله ما تستاهلوا كده. مش هارد لك لعيبه الزمالك ولا معتمد جمال، انتوا اللي عملتوا كده، انتوا المسؤولين عن النتيجه دي. وفي النهايه تاني احب افكركم، انا البومب وده سكاليف في الملعب. لو الفيديو عجبكم او ما عجبكوش اعملوا سبسكرايب، عشان اكيد ان شاء الله هيبقى في فيديو تعجبكم. يا ريت تشاركوني بقى في الكومنتات مين كان السبب في خساره الكونفدراليه، سواء كان على مستوى الماتشين، سيناريو الدوري المصري، توقعاتكم ايه اللي هيحصل. اشوفكم في فيديو تاني من سكاليف في الملعب.